هارد لك لجمهور بورسعيد، هارد لك لجمهور المصري. هزيمة ثقيلة جدا النهاردة اتعرض لها المصري من سيراميكا كليوباترا. الصراحة مفيش لعب خالص النهاردة المصري كان بيقدمه. سيراميكا كان بمعنى الكلمة مكتسح المباراة. سيراميكا كان عامل اصلا شوطين ولا اروع، مقدم مباراة المصري معرفش يعمل زيها طول الماتش. اصلا اللي انا عايزه اقوله ان المصري ايه اللي انت كنت بتعمله ده؟ ايه الاداء الغريب اللي انت كنت بتلعب بيه النهارده ده؟ ايه الدفاع اللي انت كنت بتلعب بيه النهارده ده؟ يعني يا كابتن ميمي ايه ده؟ ايه الخطه دي؟ ايه التشكيل اللي انت كنت بادئ بيه ده؟ وغير كده عندك شوطين اصلا، بين الشوطين انصحهم قول لهم كلمه، لكن مفيش. الشوط الاول زي الشوط الثاني بالظبط، دفاع مضروب، خط وسط مضروب. كنتوا مستنيين ايه يا جمهور بورسعيد؟ كنتوا مستنيين ايه من فريق نازل الماتش خلاص وهم خط الوسط مضروب، دفاع مضروب؟ مستنيين ايه بجد؟ يعني حرام بجد تزعلوا جمهور بورسعيد وجمهور المصري اللي كان فرحان وبقاله حوالي شهر ولا اسبوع عمال يعلق في زينه ومزعطط عشان فاكرين ان هم خلاص خدوا البطوله وخدوا كاس الرابطه. ولكن النهارده بيفوقوا من الحلم، بيفوقوا من الخيال اللي هم كانوا فيه. بس الصراحه جمهور بورسعيد مش هو السبب على لعيبه المصري اللي كانوا مدين امال زياده عن اللزوم لجمهور بورسعيد. سيراميكا كليوباترا، ألف مبروك لسيراميكا كليوباترا، فوزها النهارده بنتيجة 4-1. هزيمة ثقيلة بمعنى الكلمة للمصري النهارده، ولكن ما كانش فيه لعب سيراميكا المصري كان بيقدمه النهارده. فين النهارده المصري؟ فين لعب المصري؟ فين الروح اللي احنا متعودين عليها واللي المصري بيلعب بيها؟ ها؟ فين يا مصري بجد؟ لعبتك النهارده ايه اللي انت كنت بتعمله ده؟ ايه التكتيك ده؟ ايه الكلام اللي انت كنت عامله النهارده ده؟ مباراة غريبة بالنسبة لك جدا، وانا الصراحة ما كنتش اتوقع كده. يعني انا كنت ممكن اتوقع ان انت ممكن لو حتى البطولة راحت منك، بس انت كنت تعافر قوي لدرجة انها توصل لركلات الترجيح مثلا المباراة، فتعافر للدرجات دي. ولكن انت اول جون فيك دخل في الدقيقة 5. هندخل في حكاية الاهداف دلوقتي وهنرص حقيقي ماتش النهاردة برعاية لعيبة الاهلي المعارة. لعيبة اهلاوية سيراميكاوية بمعنى الكلمة، لعيبة اهلاوية سيراميكا، لعيبة النادي الاهلي نجوم المباراة النهاردة. ما هو ده الاهلي، انتوا مستنيين ايه بجد؟ يعني ماشي يا جماعة برضو، بس هي في حتة يعني انا اهلاوية فلازم احن برضو. سيراميكا النهارده قدمت ماتش عالي جدا، نتيجه كانت قاسيه على جمهور بورسعيد. ب4-1 بيتوج سيراميكا بطل كاس الرابطه، ودي اول بطوله اصلا باسم سيراميكا كليوباترا. سيراميكا اصلا هو كده فاز بالنسخه الثانيه لكاس الرابطه، واللي كان فاز في النسخه الاولى هو فيوتشر. مبروك لسيراميكا، هارد لك للمصري، وهارد لك لجمهور بورسعيد اللي بقاله اكتر من اسبوع شغاله احتفالات. بس الصراحه اللعيبه اثرت قوي، ودي لازم حاجه نتكلم عليها. ما كانش فيه لعب برجوله النهارده، لعبوا مباراه سيئه جدا. كابتن ميمي ابتدى اصلا بتشكيل غلط خالص، وده السبب ان البطوله ضاعت منهم بكل سهوله. النهارده المصري بيضيع بطوله مهمه. مش عارفه انت كنت داخل، طيب مثلا كنت داخل متنك قوي مثلا على المباراه، بس مش من كتر بطولاتك مثلا، ما هو مش قوي كده، مش من بطولاتك الكتير فانت عادي بقى بالنسبه لك ماتش يلا هي عادي بطوله وتروح، مش قوي يعني كده. الغرور ما يمسككمش قوي كده. مبروك بجد سيراميكا لاعب النهارده الفريق حقيقي لعب باداء يشرف بجد حقيقي، ولا تقولي بقى كسب عشان الجمهور. ما كانش فيه جمهور النهارده لسيراميكا، رغم كل ده سيراميكا النهارده بيعمل اللي الفريق اللي كان عنده جمهور ما عملهوش. سيراميكا النهارده بيعمل اللي كابتن ميمي ما عملهوش. سيراميكا النهارده كابتن ايمن الرمادي مسك سيراميكا، هو لسه ماسكه اول مباراه لعبها مع سيراميكا خد بطوله، اول مباراه بيلعبها بياخد بيها بطوله، الله اكبر. هو تقريبا كابتن ايمن بيعوض اللي حصل وبيعوض هبوط اسوان
فعلشان كده جه يعمل اللي ما عملهوش مع اسوان في السيراميكا. وتقريبا كده واضح ان سيراميكا الايام اللي جايه هتدوس مش هيهمها. سيراميكا النهارده كانت فرد اول بمعنى الكلمه، والنهارده ليله حزينه لجمهور بورسعيد. النهارده جمهور بورسعيد حقيقي حقكم تزعلوا، لان البطوله ضاعت منكم بكل سهوله، بطوله ضاعت. كابتن ايمن الرمادي مدرب سيراميكا نجح ان هو ياخد بطوله في اول مباراه يلعبها، ويتوج ببطوله كاس الرابطه اللي محدش عارف يعملها لغايه دلوقتي عادي كده. النسخه الثانيه هو اللي خدها، والنسخه الاولى كانت فيوتشر. ندخل بقى على الاهداف العالميه اللي احرزوها لعيبه الاهلي المعاره، واللي حقيقه اهداف عالميه، اهداف اوروبيه، اهداف محدش عارف يجيبها. المصري ذات نفسه مفيش طول اصلا البطوله كلها مفيش اصلا. سيراميكا النهارده كان حديد، سيراميكا النهارده الله اكبر عليه. ما تقولش سيراميكا العادي اللي بيلعب واللي بقاله 3 سنين في الدوري، لا، ده انت تقول سيراميكا الشبح النهارده. ايوه سيراميكا كان دايس قطر ما بيهمهوش، واللعيبه ما بتوقفش ضغط في مباراه النهارده. سيراميكا النهارده ولا كان همه الجمهور المصري اللي كان موجود، ولا كان همه المصري ولا الجمهور ولا اي حاجه. سيراميكا كان بيعمل تاكلينج النهارده عظمه. سيراميكا النهارده كان هو الجمهور. سيراميكا النهارده كان عامل اداء ما عملهوش المصري طول البطوله. سيراميكا اهداف عالميه، سيراميكا اسيستات عالميه، سيراميكا عمل كل حاجه. المصري يعني يقعد قدام سيراميكا النهارده ويقول له علمني. كابتن ميمي بالمنظر اللي احنا شفناه في مباراه النهارده، لا ده يقعد جنب قدام كابتن ايمن ويقول له علمني انت كسبت ازاي من اول ماتش انت لعبته. سيراميكا تستاهل البطوله وعن جداره. سيراميكا تستاهل ايوه البطوله وعن جداره. مبروك لسيراميكا، مليار مبروك لسيراميكا الصراحه. مبدئيا بقى كده الهدف الاول لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وجون لمحمد عنتر في الدقيقه ال5. بمين يا ترى؟ محمد عنتر بيعمل عظمه باسيست حقيقي جامد من صلاح محسن. مستنيين ايه من لعيبه الاهلي؟ لا بجد مستنيين ايه؟ وحقيقي محسن فرد اول بمعنى الكلمه. الهدف بقى التاني كان احرزه مين؟ صلاح محسن في الدقيقه الكام؟ يعني احنا لسه ما قلناش مثلا في نهايه الشوط في نص الشوط، لا ده هو بعد 6 دقايق، يعني في الدقيقه ال11 بيحرز صلاح محسن الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا. الهدف الثالث بقى ده حكايه وروايه تانية خالص. الهدف الثالث كان صاروخ اوروبي لمحمد شكري في الدقيقه 59. اقول لكم على حاجه، كنت لسه شايفه بوست حد كان بيتكلم محمد شكري وكده، فبعت له جون ميسي وبيقول له ان شاء الله تجيب جون زي ده النهارده. فمحمد شكري بيقول له يا رب. فحقيقي الجون اللي جابه ميسي بامانه يعتبر زي الجون اللي جابه النهارده محمد شكري. ايوه بجد بمعنى الكلمه. ايوه بقارن محمد شكري بميسي، ايوه بقارن الهدف ده بده، لان يستاهل، لانه لعبه برجوله، لان الاهداف كانت اهداف عالميه. ب4-1 ها فاكرينها 4-1 دي؟ فهزيمه ثقيله جدا، هزيمه ساحقه للمصري البورسعيدي. الهدف الرابع كان باسيست من صلاح محسن احرزه صامويل في الدقيقه 88. النهارده كابتن ايمن هزم بمعنى اصح كابتن ميمي هزموا هزيمه ساحقه برباعيه. فبرافو جدا كابتن ايمن، بتمنى لك كل التوفيق مع فريق سيراميكا كليوباترا. فريق كبير، خد بطوله النهارده، اول بطوله ليه، النسخه الثانيه في كاس الرابطه. فعلشان كده حقيقي قدمتوا اداء مشرف جدا النهارده، تستاهلوا البطوله، تستاهل يا كابتن ايمن ان انت تفرح النهارده، تستاهل فريق سيراميكا ويستاهلوا الجمهور ان هم يفرحوا فرحه كبيره جدا علشان بطوله غاليه. وغير البطوله كمان هم خرجوا بمكاسب من المباراه، منهم النتيجه
4-1 مش نتيجة قليلة، 4-1 بتفكركم بإيه؟ 4-1 تقريبا هما كانوا بيحاولوا يقلدوا حد كده ونجحوا أهداف عالمية محدش عارف يجيب زيها. النقطة بقى هنتكلم عليها، احنا عايزين نرجع لعيبة الأهلي بقى المعارة. يلا بقى، مش كفاية بقى كده، خلاص بقى، يلا بقى ناخدهم، يلا بينا ناخد بقى صلاح محسن، يلا بينا ناخد محمد شكري. وحشونا أبناء النادي الأهلي، وحشونا، احنا عاوزين عيالنا، احنا عايزين أولادنا، ارجعوا لنا بقى، مش حان الوقت ولا ايه يا كولر؟ النهارده صلاح محسن وشكري كانوا بيعملوا كل اللي عليهم علشان يوروا نفسهم لكولر. ها؟ ايوه بالظبط كده، علشان يرجعوا تاني النادي الاهلي، القلعه الحمراء. يا جماعه ايوه لازم احن طبعا، مش اهلاويه. وبعدين هو انا بقول حاجه غلط؟ ما انا بقول الحقيقه. مبروك لسيراميكا كليوباترا، حقكم وفزتوا بجداره وتستحقوا الفوز ب4-1. بيكسب سيراميكا كليوباترا النهارده، وعادي افرح الناس اللي بتتكلم، عادي افرح لسيراميكا كليوباترا. مبروك، سيراميكا استحق البطوله، سيراميكا عافر في البطوله، سيراميكا عمل اللي انت ما عملتهوش. مبروك لسيراميكا كليوباترا، مبروك لفريق سيراميكا كليوباترا، مبروك لباسل حارس المرمى اللي حقيقي صد النهارده في الشوط الثاني كام كوره كده، بس الحقيقي تتحسب له. هارد لك للمصري، 4-1 هزيمه ثقيله. هارد لك للمصري، هارد لك لجمهور بورسعيد، هزيمه ثقيله. 4-1 مش تقيله حبتين 3 دي كده، حبتين 3 4 كده، 4-1 كده مش قوي يعني يا مصري كده. طبعا مش هننسى واحنا بنتكلم على سيراميكا كليوباترا والمصري ان في مباراه بكره ما بين النادي الاهلي ونادي الطموح الساعه 8:30. ان شاء الله هيفوز فيها النادي الاهلي، وان شاء الله سيظل النادي الاهلي بلا هزيمه في الدوري المصري ان شاء الله. توحشوني من هنا لبكره، ويلا خدوا شير لللايف، ويلا معلش هارد لك للجمهور البورسعيدي، تعيشوا وتاخدوا غيرها، معلش بقى خلاص بقى. والف مبروك لسيراميكا كليوباترا، والف مبروك لكابتن ايمن الرمادي. مع السلامه.